يسعد أوقاتكم، أهلا وسهلا فيكم في مطبخ هدى سليم. وصفتنا اليوم إن شاء الله راح تكون حلا الجيلي بالبسكوت. حلا بارد وبينعش القلب ومكوناته سهلة وسريعة وطعمه كتير لذيذ. ياريت نحط لايك للفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. وهلأ يلا نبلش بالطريقة. أول شي راح نحضر للجيلي، راح أضيف كوبين من الماء الساخن، عليهم باكيت من جيلي الفراولة، هلأ راح ندوبه منيح حتى انه يدوب تماما. راح نتركه يبرد بحرارة الغرفة واخر شي راح نستعمله. هلأ لتحضير طبقة البسكوت انا راح اضيف طبقتين من البسكويت في قاع الصينية. هلا انتو ممكن انكم تفتفتوا البسكوت، برضو هذا الشي بيرجع لكم، او انكم تكسروه بمجرد تكسير او تطحنوه بالمطحنة. هلأ بدي اضيف عليهم كوب من الحليب، وراح اترك البسكوت لحتى يتشرب الحليب. الآن لتحضير طبقة المهلبية راح نضيف 3 أكواب من الحليب السائل. لو مش متوفر الحليب السائل راح نضيف حليب بودرة، لكل كأس ماء معلقتين كبار من حليب البودرة. هلأ نصف كوب من السكر، نصف كوب من النشا، ملعقة كبيرة من الدقيق أو الطحين الأبيض، بيعطيها قوام كتير حلو وكريمي، باكيت من الفانيليا. هلأ أنا بدي أحرك المكونات على البارد، راح أستمر بالتحريك حتى ما تعمل معي أي تكتلات. هلأ راح أرفعه على النار مع التحريك المستمر لحد ما يتقل معايا القوام. بس تقل معايا القوام راح أطفي الغاز، وبعد هيك راح أضيف علبة القشطة. هلأ هنا القشطة مش ضروري، بس إنها بتعطي طعم كتير طيب. هلأ أنا هنا ضفت طبقة المهلبية فوق البسكوت. هلأ بعد ما برد عندي الجيلي راح أضيفه شوي شوي، راح نضيفه بهدوء. طبعا من الأفضل إن نخلي طبقة المهلبية تبرد تماما، وبعد هيك نحطها بالفريز حتى ما تفوت الطبقات على بعض. بس تجمد طبقة المهلبية، بعد هيك راح ننزل عليها بالجيلي. راح نضيف كل الكمية بس بهدوء. هلأ أنا ضفت كل كمية الجيلي، راح أرفعها بالفريز مدة 4 ساعات. هلأ جمدت عندي طبقة الجيلي وأصبحت متماسكة. هاي طبعا شكلها بعد ما قطعتها وطلعتها من الفريز، الطبقات زي ما احنا ملاحظين متماسكة. وصفتنا لليوم أصبحت جاهزة. بتمنى إنها تكون نالت إعجابكم.
جربوها كتير طيبة وكتير لذيذة. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. شكرا للمتابعة.